زي ما انت شايف كده انا شاري سامسونج جالاكسي اي 55 على حسابي من امازون علشان اقدر اقدم لك اكتر مراجعه مصداقيه على يوتيوب. ده مش اعلان لامازون على فكره ولا لسامسونج، انا بس عايز اقول لك ان انا الموبايل دوت انا دافع فلوسه علشان في حاجات مهمه لازم اقول لك عليها. من الاخر ما اضمنش ان انت ممكن تسمعها في كل مكان، بس انتوا اتعودتوا مني دايما ان انا اقول لك كل التفاصيل وتجربتي الحقيقيه مع الموبايل. فخليني اقول لك الحاجات اللي انا عايز اقول لك عليها واحنا بنفتح الموبايل سوا. مبدئيا كده ليه الموبايل دوت منتظر جامد وليه ناس كتيره بتسالني عليه من ساعه ما تم الاعلان عنه بره، عايزين يعرفوا هينزل مصر امتى. اولا بصراحه هي فعلا سلسله ناجحه، يعني الاي 54 اللي كان نازل من سنه هوت لسه محقق نجاح رهيب لحد دلوقتي، اللي هو الجيل اللي فات من نفس السلسله ديت. هو اكتر موبايل اصلا بيتم ترشيحه وبيتم بيعه في الفئه السعريه بتاعته. الفكره بقى ان دوت مش الموبايل اللي فات بس، ده السلسله كلها ناجحه، سواء الاي 50 قبل كده، الاي 52 اس، حتى الاي 35 لسه نازل لنا قريب. الموبايلات دي كلها حققت نجاح رهيب. بالاضافه بقى لان الاي 55 مواصفاته قريبه جدا من الاس 23 اف اي وسعره ارخص بحكم الفئه بتاعته، فدوت بيخليه موبايل ممتاز. انت حتى هنا عندك شاشه اكبر 6.6 من 10 انش، طبعا برضه سوبر اموليد 120 هرتز اتش دي ار 10 بلس. مش محتاج اكلمك على جوده شاشات سامسونج، انت عارف ان هم بيعملوا شاشات حلوه. لما تيجي تقارن الاي 55 بالجيل اللي فات كمان هتلاقي ان هو بقى جاي بجوانب من الومنيوم بدل البلاستيك اللي كان مستعمل قبل كده، فده برضه بيديلك احساس بفئه اعلى او بشياكه الموبايل اكتر. جاي طبعا بمعالج مختلف عن الاس 23 اف اي، هو جاي هنا باكسينوس 1480 ال 4 نانومتر، دوت احسن من الجيل اللي فات. فلو انت جربت الاي 54 انت عارف ان انت هتاخد هنا اداء اقوى كمان او اسرع منه. طبعا هنجرب الكلام ده بنفسنا، مش هنقعد نرغي في المواصفات بس. الكاميرات فانت عندك الاساسيه ال 50 ميجا بكسل والالترا وايد ال 12 ميجا بكسل. في كاميرا ثالثه ماكرو، بس انا بصراحه كان نفسي يحطوا نفس الكاميرا اللي موجوده في الاس 23 اف اي بتاعه الاوبتيكال زوم، بتاعه التقريب ال 3 اكس، عشان تعرف تاخد صور بورتريه احلى وانت عامل زوم تحديدا. انا بحب ان انا اقرب شويه في الصور وانا بصور الاشخاص، بس عموما هي برضو كاميرات كويسه جدا. نيجي بقى للكلمتين المهمين اللي انا عايز اقول لك عليهم. سعر السامسونج جالاكسي اي 55 على امازون النهارده بيبتدي من 22500 جنيه، فئه بالتاكيد اعلى من اللي احنا شفنا فيها الاي 54 قبل كده، ودوت منطقي لان طبعا سعر الجنيه وقتها غير سعر الجنيه النهارده خالص. بالسعر ده على فكره انت هتاخد النسخه ال 128 جيجا بايت، لو انت حبيت تجيب النسخه ال 256 زي ما انا عملت هنا فانت هتدفع 1000 جنيه زياده، وانا صراحه شايف ان ال 1000 جنيه ديت تستاهل ان انت تدفعها. انت واحد هيدفع 22500 فما جاتش على ال 1000 ديت علشان تاخد ميموري كبيره. طيب هل هو موبايل يستاهل السعر ده؟ دي انا مش هقدر اجاوبك عليها، محتاجه ان انا اقعد مع الموبايل فتره، اجرب الكاميرات بتاعته اكتر بكتير طبعا من كده، اجرب الاداء بتاعه واقعد معاه اكتشف كل حاجه فيه. ولكن انا بفكر وبسال، طب سعر الاس 23 اف اي عامل كام النهارده؟ لو انت حد على فكره بيحب الموبايلات الكبيره فالاس 23 اف اي حجمه اصغر، فممكن اصلا ما يعجبكش. 6.4 انش اللي موجوده في الاس 23 اف اي ما يعتبرش حجم كبير قوي بالنسبه للمقاييس دلوقتي. لو جيت تشتري الاس 23 اف اي من امازون هتلاقي ان سعره بيلعب ما بين ال 25000 ل 28000 جنيه على حسب انهي لون انت عايزه. لو انت متقبل الحجم الاصغر بتاعه، هو موضوعيا الموبايل اقوى، يعني البروسيسور اللي جاي فيه احسن وفي كاميرا زياده هتقدم لك مميزات شويه. بس انا مش عايز احكم على الموضوع من بدري كده، لان طبيعي الاي 55 موبايل لسه نازل جديد، فمع الوقت بينزل عليه عروض وبيرخص اكتر شويه، فرق السعر ما بينهم هيكبر. فرايي من الاخر بصراحه تقدر تزود شويه وتجيب الاس 23 اف اي ومتقبل الحجم الاصغر بتاعه، ما عندكش مشاكل معاه وما عندكش مشاكل ان هو ما يبقاش احدث موبايل نازل في السوق، روح هات الاس 23 اف اي، ما تستناش الاي 55. انما لو انت عايز توفر في السعر شويه كويسين، عايز حجم الشاشه الاكبر، وممكن تستنى شويه كمان لحد ما ينزل عروض تخليه سعره ارخص كمان، فالاي 55 موبايل كان مواصفات ممتاز. علشان كده مهم جدا ان انت تقوم دايس دلوقتي على زر اللايك وتعمل سبسكرايب للقناه، بحيث ان انت تتفرج على المراجعه الكامله اول لما تنزل. بقالي كتير موقف فيديوهات، فشجعونا نرجع تاني بقوه. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.